فاضل 10 أيام على رمضان ولسه ما جبتش أي حاجة. الأسعار بقت غالية نار، وعايزين مرتب على المرتب هنجيب ايه وليه؟ محيرة نفسك ليه يا ست الكل؟ عندي ليكي حل بسيط. في مبادرة جديدة عاملاها القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان، فيها كل حاجة بنحتاجها بأسعار مخفضة. لا أنا ماليش في أهل رمضان والكلام الماسخ ده. لا دي مش تبع لأهل رمضان، دي مبادرة من المنطقة الشمالية العسكرية اسمها بلدك معاك، والشركة الموزعة اسمها شركة البركة. أفضل أنواع اللحوم والدواجن من حيث الجودة والأسعار والتغليف. مش مهم اسمها ايه، المهم الأسعار بكام ألف هناك؟ الأسعار كلها هناك أقل من أسعار السوق. أيوة فرق 2-3 جنيه هدفعهم في المواصلات. طب خدي مني وما تراجعيش ورايا، فرق الأسعار من الأسواق للمبادرة مش أقل من 10 ل20 جنيه، سواء اللحوم أو الدواجن أو السلع الغذائية. ده على كده بقى الناس هناك واقفين طوابير فوق بعض، وانا رجلي بتوجعني ما اقدرش اقف طوابير يا بنتي. لا خالص، بالعكس هناك المعرض منظم جدا على أعلى مستوى، والمنتجات متوفرة بكميات كبيرة، عشان كده مفيش ولا زحمة ولا طوابير. ده غير ان منافذ شركة البركة ليها 138 منفذ ثابت ومتحرك على مستوى المحافظات، وبيقدروا يوصلوا للقرى والنجوع بجانب المدن. طب بقول لك ايه، ما تقولي لي كده الاسعار الفراخ كام هناك؟ عاملين عرض حلو قوي، الفرختين عاملين 200 جنيه مع بعض. لا كده الفراخ هتكون صغيرة. وزن الفرختين مع بعض عاملين 1900 جرام، والوراك 85 بدل 95، والدبابيس كمان الكيلو 110 بدل 130. ده غير ان كيس الخضار 400 جرام عامل 10 جنيه. ده كمان عندهم بط عامل 110 جنيه للكيلو بدل 130. ودي كانت تفاصيل بسيطة عن مبادرة بلدك معاك التابعة للقوات المسلحة. الفيديو كامل بتفاصيل واسعار هتلاقوه على الصفحة.